الكوليرا وصلت، الشوارع تفضى والتجار تقفل الحوانيت والجثث تبدأ تتجمع في عربية وتترمي في حفر كبيرة، ولسه محدش عارف ايه السبب. في القرن 19 كلمة واحدة كانت كفيلة تخلي الدنيا كلها تعيش في رعب. وباء ما بيديش فرصة، بيوجع الواحد من عز صحته للموت في نفس اليوم. خرج من الهند وجرى في العالم كله، بلد ورا التانية، وكل محطة كان بيسيب فيها مقابر جماعية وصوت بكا ملهوش نهاية. قصة الوباء اللي حول المية من سر الحياة لأخطر سلاح في تاريخ البشرية. فنجان قهوتك ويلا بينا. الحكاية بدأت سنة 1817 على ضفاف نهر الغانج المقدس عند الهندوس. الناس كانت بتتجمع للاغتسال وشرب المية. فجأة في القرى الصغيرة اللي حوالين النهر بدأت الناس تقع واحد ورا التاني، إسهال شديد وعطش قاتل، والناس بتموت خلال ساعات. الهند كان أول بلد يشوف الكوليرا، واللي بعده كان كابوس عالمي. اللي كان بيشوف الضحايا كان بيلاحظ عليهم حاجة غريبة، البشرة بتتحول للون الأزرق الغامق، والسبب في ده الجفاف الشديد اللي كان بيحصل. الدم يقل والدورة الدموية تنهار، موت سريع بيحصل وملامح الضحية بتتغير أسرع. الكوليرا انتشرت من البنغال لبورما وتايلاند والفلبين، وبعدها عبر الخليج العربي وصلت الشرق الأوسط، ضربت سلطنة عمان وإيران والعراق، ومن هناك راحت للحجاز أثناء موسم الحج، والحجاج خدوا المرض ورجعوا بيه بلادهم. وكل بلد الكوليرا راحت لها الناس ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل. نفس المشهد بيتكرر، واحد بينهار وقبل ما يجيبوا دكتور او شيخ يرقيه بيكون مات. خبر ينتشر بسرعة في كل بلد يروح لها وتتكرر جملة واحدة وهي الكوليرا وصلت. الشوارع تفضى والتجار تقفل الحوانيت والجثث تبدأ تتجمع في عربية وتترمي في حفر كبيرة، ولسه محدش عارف ايه السبب. لحد سنة 1854 الكوليرا ضربت منطقة سوهو في لندن. ايام قليلة مئات الناس في المدينة دي ماتوا، وبدأوا يقولوا ان المرض جاي من الهواء. لكن في دكتور ما كانش مقتنع. الدكتور ده اسمه جون سنو، قال ان الكوليرا مش من الهواء، الكوليرا مصدرها الميه. لكن الفكره دي كانت غريبه جدا وقتها ومحدش صدقه. فبدا يرسم خريطه للبيوت اللي مات فيها الناس بالكوليرا، كل نقطه على الخريطه بتاعته كانت بتمثل ضحيه. لما خلص لقي ان كل النقط متجمعه حوالين مضخه ميه في شارع اسمه برود. المضخه دي اسمها مضخه برود ستريت. دكتور جون قال لهم اهو الدليل، المضخه دي هي اللي بتنقل المرض. ولكن واجهته مشكله، كان لازم يقنع السلطات. لهم بالخريطه وقال لهم اقفلوا المضخه. الناس برضه استغربت ازاي مضخه تكون سبب الوباء، لكن اضطروا يوافقوا. فجاه بعد ما قفل المضخه الحالات بدات تقل فعلا. الموضوع كان صادم، لكنه فتح باب جديد في الطب، ان الامراض ممكن عادي تتنقل من الميه. المعلومه اللي صدمت الناس بعدين ان بير الميه اللي كانت المضخه متوصله بيه كان في جنبها بلوعه صرف صحي متسربه. الميه الملوثه بالفضلات نزلت للبير والناس شربت والكوليرا اتنقلت. اما مصر كان ليها نصيب كبير من الكوليرا، موجات كتير بتيجي كل فتره وتموت الاف الناس بنفس الطريقه. اول موجه كانت 1831، كوليرا دخلت مصر مع قوافل الحجاج اللي راجعين من الحجاز. السويس كان اول مدينه مصريه تواجه المرض. وفي ايام قليله الكوليرا خرجت من بيوت المينا وسافرت مع القوافل للنيل ومنها للقاهره. بلد حرفيا اتشلت، الحكومه كانت عاجزه، ولا عندها طب متقدم ولا نظام صرف صحي منظم. حتى دفن الجثث كان مشكله، فبدات المقابر الجماعيه. الموجه دي زرعت الخوف من الكوليرا لاول مره في الذاكره المصريه. سنه 1865 الوباء دخل مصر تاني وبرضه مع الحجاج. المرة دي كان تأثيره مش بس على مصر، كوليرا اتنقلت من السويس للقاهرة ومنها للإسكندرية، وعلى السفن راحت أفريقيا وأوروبا. العالم كله كان مركز على مصر، الصحف الأوروبية اتكلمت عنها كنقطة عبور لوباء خطير. دول بدأت تضغط لفرض أنظمة حجر صحي صارمة على المواني. الموجة دي حولت مصر من بلد مصاب لمركز أساسي لمعركة عالمية ضد الكوليرا. زي ما قلت لك إن مصر كان ليها نصيب من الكوليرا رجعت تاني سنة 1883، بس المرة دي أم الدنيا كانت مسرح لاكتشاف علمي غير المعادلة للأبد. الفوضى والوفيات وصل العالم الألماني روبرت كوخ للقاهرة. كوخ كان بيبحث عن السر اللي بيخلي الناس تموت بالسرعة دي. عامل القاهرة بدأ يشوف تحت الميكروسكوب الكائن الغريب، ميكروب صغير على شكل حرف الواو او الفاصله اسمه فيبريو كوليرا. الميكروب ده بيعيش في الميه العذبه او المالحه ويقدر يقعد شهور مستني العائل البشري. يعني لو ميه نهر او بير اتلوثت يفضل مستني اول واحد يشرب. بيموت في الكوليرا مش الميكروب نفسه لكن السم اللي بيفرزه. الميكروب يوصل للامعاء الدقيقه ويفرز سم اسمه كوليرا توكسين. السم ده يفتح قنوات الميه والاملاح في الخلايا، والنتيجه الجسم يفضل يطرد لتر ورا الثاني من الميه، يحصل الاسهال المائي اللي كان مشهور بماء الرز. اللي كان بيميز الكوليرا ان الاسهال ما كانش بيجي بمغص شديد، في نفس الوقت المريض كان بيحصل له قيء شديد من غير غثيان طويل.
وده بيضاعف كميه فقد السوائل. ساعات قليله المريض يحس بعطش شديد جدا، جفاف في اللسان والفم، وفقدان في مرونه الجلد. المريض بيبقى منهك وضعيف، ومع استمرار فقدان السوائل ضغط الدم يقل وضربات القلب تبقى سريعه، تحصل بروده في الاطراف وزرقه في الجلد خصوصا في الاصابع والشفايف. ده غير كمان قله كميه البول او توقف تماما ممكن تعمل فشل كلوي حاد مؤقت. المريض ما تلحقش بسرعه بتعويض للسوائل دي يدخل في صدمه، يحصل فقدان للوعي وتشنجات، والمريض يموت في اقل من 24 ساعه من اول اسهال. فجاه ان اقوى علاج للكوليرا مش المضادات الحيويه ولكن محلول الجفاف. ببساطه ميه زائد ملح زائد سكر. المعادله دي لو اتاخدت في الوقت الصح ممكن تنقذ حياه المريض حتى من غير اي دواء تاني. جفاف وفقدان السوائل كان ممكن يقتل في اقل من 24 ساعه، ده من اسرع مسارات الموت في الامراض المعديه. بس كده، دي حكايه الكوليرا، ونتقابل في حكايه جديده.